السلام عليكم شبابنا الجميل، يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا هنعمل فيديو هيبقى طويل شوية. هنتكلم على مين اللي المفروض يخش اكت ال ACT. التوبيك ده بالذات انا عايز اتكلم فيه بالتفصيل جدا، لان للأسف بتحصل فيه مهازل. من خبرتنا في سوق العمل بنشوف ناس دخلت اكت مع ان المفروض ما تخشش اكت، ضيع وكانت هتجيب نتيجة اكتر بكتير في ال EST لولا كام غلطة عملوها مثلا. وبنشوف ناس العكس بتقعد تضيع وقت في الاي اس تي، وقدراتها اصلا والسكور اللي يقدروا يجيبوه are better utilized في الاكت. في العاده انا فيديوهاتي انتوا عارفين بتبقى قصيره شويه، ما بحبش اطول في الفيديو عشان الناس ما تزهقش. لكن التوبيك ده بالذات لا، انا لازم اتكلم فيه بالتفصيل جدا، عشان ده توبيك انت لو مش عارف كويس الكرايتيريا او الآلية اللي تختار بيها امتى تخش اكت، فانت هتضيع وقت ومجهود كبير وفلوس كتير جدا. بدون مبالغة ممكن تكون ضحيت بمستقبلك كله لو انت معرفتش فعلا تختار كويس اكت ولا اي اس تي. تمام. فمعلش ده هيبقى فيديو طويل شوية، مش هيبقى زي الفيديوهات القصيرة اللي بعملها في العادي. فلكن عن اذنك لو بتفكر تخش الاكت شوفه كله، حتى لو هتقسمه على كذا يوم يا عم، لكن الله يكرمك شوفه كله، عشان ما تبقاش بانك كسلت بس تشوف فيديو بشرح فيه بالتفصيل مين يخش اي اس تي مين يخش اكت، تكون ضيعت على نفسك. يعني مش محتاج بقى اقول لك اكتر من كده، اعتقد يعني انا وضحت لك هتبقى خساره كبيره قد ايه لو معرفتش تاخد قرارك عن بينه. تمام. فتعالوا الاول يعني نتكلم كده. آه ايه المشكله اصلا في موضوع الديسيجن ده؟ بصوا يا جماعه، المشكله ان الاكت بالوقت بدا يبقى في ناس كتير متحيزه ضده. تمام. الاكت للاسف قليل انك تلاقي ان في نظره يعني حاجه اوبجكتيف، حاجه حياديه شويه. دايما كل واحد بيقول لك رايه. ففي اللي هيقول لك ان الاكت حلو جدا جدا جدا، عشان زي ما هنشرح بعد شويه صغيرين في ناس معينه الاكت معاهم حاجه كويس جدا. وان ذا اذر هاند هتلاقي ان في حرب ضده. اصلا في الماركت بتاع التيتشنج دلوقتي في حرب مش صغيره ضده طبعا، لانه للامانه هو لو هنقارنه بالاي اس تي فهو بالنسبه لاغلب الكورسز، يعني انا بقول لك بمنتهى الصراحه اهو، is not as good as Adil يعني. For a lot of reasons. تمام. السيشنز بتاعته متعبه اكتر من الاي اس تي، وعدد الطلبه اللي بتخشه اقل من الاي اس تي. لكن مع ذلك هو يظل بالنسبه لجروب معين من الناس هو احسن حل انت تقدر تعمله. فتعالوا بقى نبدأ نتكلم مع بعض كده في الموضوع in details وازاي. يعني انا حتى كاتب كده كام بوينت عندي كده هنقعد نتكلم فيهم يعني مع بعض ان شاء الله. خلونا اول حاجة، يعني قبل اصلا ما ابدا اشرح اي حاجة عن الاكت، تعالوا نقول كده مين اللي لازم يخش اكت من قبل ما نشرح اي اختلافات بينه وبين الاي اس تي ولا مزايا ولا عيوب ولا اي حاجة. مين لازم يخش اكت؟ اي واحد عامل حسابه بنسبة 60 70% ان هو هيسافر بره مصر. حد عنده قرايب بره مصر وهيسافر، هيسافر جامعة يعني هيخش كلية بره مصر، عامل حسابه انه هيخش كليته بره مصر كده كده، هيروح يقعد في كلية مع واحد صاحبه، عامل حسابه على مكان معين هيروحه. في الحالة دي يخش يا اما اكت او يمتحن بره مصر سات. لكن اوبشن الاي اس تي لو حد هيسافر بره مصر ده ملغي تماما. الاي اس تي حاليا مش معتمد اصلا في الجامعات اللي بره مصر. فاهمين الفكرة؟ إلى الآن ممكن الوضع يتغير في المستقبل، لكن لحد دلوقتي ال EST is mainly a tool for anyone looking for a university inside Egypt. أي حد بيدور على university جوه مصر، أي جامعة جوه مصر سواء حكومة أو خاصة، يفكر في ال EST. لكن الأكت الحمد لله دلوقتي بيتقبل عادي في يعني جوه مصر. لكن لو أنت بتفكر من دلوقتي إنه بنسبة 60 70% أنا مسافر، وكون صريح مع نفسك، دي أهم حاجة، انه انت تكون عارف انك ان شاء الله بنسبة كبيرة هتسافر، يبقى اعمل حسابك انك هتخش اكت. تمام. لكن في بقى مجموعة من الطلبة بيبقى عندهم الويشفul ثينكينج، اللي هو ايه يعني ايه اماني. والله طب وليه لا، ما انا يمكن اخده واسافر بره. لا يا باشا، انت لو عارف بنسبة كبيرة انك قاعد جوه مصر خليك في الاي اس تي، خليك في المضمون. فاهمين الفكرة؟ لو انت عامل حسابك بنسبة كبيرة انك هتسافر بره مصر، في الحالة دي خش سات بره مصر او اكت لو انت قاعد جوه مصر، وما تفكرش مرتين. فاهمين الفكرة؟ لكن لو انت عامل حسابك ان انا هخش جامعة جوه مصر، فالاي اس تي اضمن لك في العموم. تمام. وبرضو
مش معنى كلامي ده ان الاكت ما بيتقبلش جوه مصر. زي ما قلنا الاكت بيتقبل جوه مصر، لكن الفرق بينهم الاكت هيطلع الجامعات بره مصر، EST مش هيطلع الجامعات بره مصر. تمام. فده الفئة اللي لازم تخش اكت اصلا مهما حصل. يعني قبل ما ابدا اقول مزايا وعيوب الاكت، الناس اللي خلاص وقفت عند المرحلة دي، باشا عايز تقفل الفيديو اقفله. يعني انت من دلوقتي اعمل حسابك ان انت اكت. فاهمين الفكرة؟ لو انت بنسبة كبيرة انت اصلا مش هتخش كليتك جوه مصر. طيب تعالوا بقى نتكلم على الفروقات بين ال EST وبين الأكت كده برضو بشكل مختصر شوية. هنشرح أهم بوينتس لازم إنك تعرفها. أول حاجة لو هنتكلم على ال EST والأكت، فاللي عايزك تعرفه إنه الأكت عدد الأسئلة أكتر من ال EST. بالنسبة للرايتنج عدد الأسئلة أكتر وفي وقت أقل. تمام. بالنسبة لعدد الأسئلة. تمام. يعني أنا في ال EST عندي 44 سؤال في 35 دقيقة في الرايتنج، لكن الأكت أنا عندي 75 سؤال في 45 دقيقة. تمام. لو مكانك ما اقعدش احفظ الارقام، اخد بالي بس من الفرق كبير قد ايه. الارقام كده كده اول ما تفتح امتحان اكت هتلاقيها مكتوبه، فمش ما تقعدش تحفظ لي ارقام دلوقتي. فاهمين؟ اعرف لي بس قد ايه ان الفرق ده كبير. يعني تخيل 44 سؤال في 35 دقيقه في الاي اس تي، ده وقت كويس، مش وقت سيء يعني. لكن في الاكت 75 سؤال 75 questions في 45 دقيقه بس، ده انت شغال، يعني هتبقى شغال جري. تمام. لكن في مقابل ده فللأمانة أسئلة الأكت بالنسبة للرايتنج أبسط. تمام. ولو إن ده إحنا هنخش بيه في التفصيل شوية. فلو هنعمل مقارنة بالنسبة لي أنا كإنجلش سريعا، أقدر أقولك إنه سواء رايتنج أو ريدنج الأسئلة في الأكت أسهل. تمام. من ال EST، لكن مشكلتها إن عامل الوقت أصعب في الأكت. عامل الوقت أصعب في الأكت. تمام. من ال EST. طيب ده لو هنتكلم بالنسبة للإنجليش. يعني بالنسبة للماث أنا سألت ناس تيتشرز أعرفهم في الماث، وطبعا الآراء يعني مختلفة شوية، لكن يعني لقيت أغلبهم بيقولك إنه عامة الأكت أبسط شوية في الستراكشر بتاعته. لأن هو الأكت لو أنا فاكر صح هو 60 سؤال في 60 دقيقة في الماث، فيقولك إن ده أبسط يعني. ما زال الوقت مشكلة، لكن مش لدرجة يعني، لكن صعوبة الأسئلة أو سهولتها actually بتخليه أفضل من ال EST. تمام. ده بالنسبة للماث. فده كمقارنة سريعة جدا كده. لكن قبل بقى ما نخش في مزايا وعيوب كل حاجة في الانجليش في الاكت، عايز بس كده نتكلم على 2 points مهمين جدا. الاكت زي ما اتفقنا دلوقتي، المشكلة الأولى في عامل الوقت. عامل الوقت فعلا نارود داون في الانجليش حبة حلوين. لكن في بقى حاجة هي بصراحة ميزة في الاكت مش موجودة في الاي اس تي، عايزك تعرفها. الاكت يا باشا مؤسسة الحمد لله موجودة من 1990 حاجة. يعني دي موجودة من ساعة ما انا اتولدت حرفيا. فالستاندردز اللي بيحطوا بيها الامتحانات الحمد لله متوحدة من زمان جدا. الطريقة اللي بيتحط بيها الامتحان ثابتة دلوقتي بقى لها 30 سنة بالتقريب. مفيش اختلافات في طريقة الامتحان نفسها. الامتحان نفسه ستيبل قوي للأمانة، مفيش تغييرات كتيرة حصلت على فكرة في ال30 سنة دول خالص. امتحان ستيبل جدا. الطريقة اللي بيتحسب بيها والسكورز بتتحسب بطريقة فير جدا. هما بيبقوا منزلين لك جداول بالتقريب، لو جبت كام غلطة تجيب سكور كام، واضحة جدا. تمام. فطريقة حساب الدرجات في الاي اس تي في الاكت، انا اسف، في الاكت عادلة اكتر وبتتحسب بطريقة اوضح من الاي اس تي. يعني الاي اس تي لحد دلوقتي منزلش غير 10 امتحانات بس. انت بتتكلم ان الاكت انت عندك فوق ال 30 او اكتر من 30 امتحان حتى تتمرن عليهم، وايل الاي اس تي انت عندك 10 بس. تمام. وتضطر لو انت عايز تتمرن على الاي اس تي تشوف امتحانات السات القديمه اللي شبه الاي اس تي عشان تتمرن عليها. الاكت مش كده. الاكت انت عندك امتحانات كتيره قوي تتمرن عليها. والامتحانات دي انت عندك يعني تعرف تصحح لنفسك بسهوله جدا وتعرف السكور كام. هتقولي طب ما الكلام ده كله المفروض بديهي، يعني بديهي ان اللي عامل امتحان يكون منزل لي جدول اصحح بيه واعرف انا جبت كام. حقيقي انت معاك حق. لكن انا ليه بقول الحاجات دي؟ لانها مش موجوده في الاي اس تي. يعني الاي اس تي مش نازل فيه غير 10 امتحانات بس، و10 امتحانات اوت ديتد. يعني هم غيروا اصلا
في طريقة الرايتنج شوية من ساعة ما نزلوا 10 امتحانات، فما بقيناش حتى قادرين نقول للطلبة ان ال10 امتحانات دول مقياس قوي للي هيلاقوه في الاكزام. لا، بنزود عليه من عندنا حاجات في السات ومن الاذر سورسز عشان نعرف نعدل الموازنة شوية. والاي اس تي فيه عيب كبير انه مفيش اصلا جدول بيقولك الدرجات بتاعتك بالظبط. يعني لو حد قالك بص انت بالتقريب كده جايب 550 فور اكزامبل وانت بتتمرن في البيت، فبيقولك السكور ده بناء على الجداول بتاعت الدرجات بتاعت السات، لكن طريقة حساب درجات الاي اس تي مش منزل لها لحد دلوقتي حاجة اكيوريت، مش منزل لها لحد دلوقتي حاجة رسمية من موقع الاي اس تي. فدي مزايا في بعض الطلبة بيحبوها جدا في الاكت. في بعض الطلبة لما تسأله انت ليه اخترت اكت، يقول لك يا مستر على الاقل انا عارف ان طريقة حساب الدرجات انا عارفها، عارف ان الامتحان والدرجات بتاعته بتتحسب بطريقة عادلة. تمام. فدي بصراحة الميزة بالنسبة للاكت، طريقة حساب الدرجات عادلة عن الاي اس تي. طيب، هل معنى ده ان درجات الاكت افضل؟ للأسف ده العيب التاني اللي احنا عايزين نتكلم فيه. يمكن هتكلم عليه اكتر بالتفصيل شويه لما اجي اتكلم عن الرايتنج لوحده وعن الريدنج لوحده بعد شويه. لكن جرى العاده انه لما بندخل طالب مستواه عادي، انجلش بتاعه متوسط، وركز قوي على كلمه متوسط دي او افريج عشان هقول لك حاجه غيرها بعد شويه، لكن لو حد الانجلش بتاعه افريج والماث بتاعه افريج واديناه دخلنا نفس الطالب ده امتحان اكت وامتحان اي اس تي، هيلاقي انه جاب اعلى في امتحان الاي اس تي. فاي نعم احنا مش عارفين طريقة حساب امتحان الاي اس تي عاملة ازاي لحد دلوقتي، مازال في ديفكتس في الموضوع ده لحد دلوقتي. كل التيتشرز بيستخدموا الجداول بتاعة السات، فاهمين الفكرة؟ ولكن مع ذلك لما بندخل طالب الامتحان ده والامتحان ده، اغلبهم بيبرفورم احسن في الاي اس تي. تمام. ومع ذلك زي ما هنقول بعد شوية في حالات معينة هقول لك لا خش اكت عشان ده احسن لك. طيب، الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي عبارة عن فروقات جنرال. يمكن برضه انا حابب بس ازود حاجة، ان انت عندك في الاكت في ميزة كويسة ان هو بينزل لك النتيجة بتاعة الامتحان، بيبان فيها 4 حاجات. طبعا من غير قبل ما نسينا نقول حاجة مهمة قوي، الاي اس تي والاكت الاتنين فيهم ماث ورايتنج وريدنج. يمكن الفرق الوحيد في الاكت ان فيه كمان سيكشن ساينس. سيكشن الساينس الموجود في الاكت ده عامة سيكشن بسيط جدا على فكرة. هو مش بيعتمد على ان يبقى عندك معلومات ساينس من قبل كده قوي ولا حاجة، لا هو امتحان حاجة اسمها infographics and analytics. يعني هو بيشوف يعني ايه infographics، اللي هي جرافس، يجيب لك زي جراف او مش عارف اسمها ايه بالعربي يا رب، اللي هي زي مجسمات كده، وبتطلع داتا بس من الجرافس اللي انت شايفها دي. فمن الاخر هو بيديك كل التفاصيل اللي انت محتاجها عشان تجاوب سيكشن الساينس جوه الامتحان. مش مضطر يبقى عندك اي previous scientific knowledge ولا حاجه خالص، انت بس محتاج تدرب ايدك على امتحانات. لان هو من الاخر امتحان بيشوف انت بتعرف تحلل الرسمه اللي بيديها لك في الامتحان، الجراف او المجسم اللي بيديها لك في الامتحان ولا لا، مش اكتر. تمام. فهو اسمه سيكشن ساينس، لكن هو للامانه سيكشن سهل جدا، يمكن محدش بيشيل همه خالص اصلا. فاهمين الفكره؟ ومش حتى محتاج كورسز. يعني انا بقولها لك اهو صراحه، الانجليش والماث محتاجين كورسز، لكن سيكشن ساينس بتاع الاكت ده مش محتاج كورسز خالص يعني بفضل الله. طيب، احنا اتكلمنا يمكن عن الفروقات العامة كده بين الاي اس تي والاكت. يمكن انا بس عايز ازود حاجة اخيرة بالنسبة لموضوع التكلفة، لان طبعا ده الفترة اللي فاتت بقت حاجة مهمة جدا. تكلفة الاكت اغلى من تكلفة الاي اس تي. يعني ده برضو لو حد عايز يعرف المعلومة دي، الاكت اغلى من الاي اس تي بفرق مش قليل، يعني بفرق حوالي 3000 جنيه ولا حاجة. فده طبعا رقم وقدره يعني، فاهمين الفكرة؟ طيب، احنا كده يمكن اتكلمنا اول حاجة قلنا الانترودكشن، وقلنا الفروقات العامة بين الاي اس تي وما بين الاكت. تعالوا بقى نخش نتكلم على انا كتيتشر بتاع انجلش هكلمك عن الانجليش الاول بشكل جنرال، بعدين اكلمك عن الرايتنج لوحده، ايه الاختلافات في سيكشن الرايتنج بين الاي اس تي والاكت، وبعدين عن الريدنج لوحده، ايه اختلافات بين الاي اس تي والاكت في الريدنج. تمام. وبعدها رايي البيرسونال في الاخر خالص. لو احنا هنتكلم على الانجليش بشكل عام، هو اسهل في الاي اس تي ولا في الاكت؟ فللامانه ركز معايا بقى قوي في اللي هقوله لك.
لو هديك تقييم عام قبل ما اخش في تفاصيل، ولو انك لازم تسمع التفاصيل تمام عشان تعرف انهي من دول فعلا احسن لك. لو هنقيم الاكزام نقدر نقيمه صعوبة الاسئلة والوقت، يعني دول الحاجتين الاساسيين. فكصعوبة اسئلة، لا الاكت اسهل في الاسئلة بتاعته بكتير بصراحة. تمام. لو هنقارن بينه وبين الاي اس تي تقدر تقول بدون مبالغة نص الصعوبة مثلا، يعني اسهل بكتير. لكن في المقابل مع انه اسهل بكتير، الا ان الوقت فعلا يعني عامل سيء جدا في الاكت. الوقت في الاكت مش عايز حد يعني يقعد يقرا السؤال ويفكر فيه شوية وبعدين يجاوب، لا، ده عايز حد اول ما يشوف السؤال هيعرف الاجابة ويكتبها على طول. فاهمين الفكرة؟ وده حاجة achievable. يعني زي بالظبط احنا عندنا في العربي، لو انا مثلا وانا بتكلم قلت لك كلمه غلط، انت مش هتقعد تفكر ايه ده، الكلمه دي غلط وغالبا تصحيحها كذا، انت بتقول على طول يا عم انت ايه الكلمه دي، المفروض انت قصدك الكلمه التانية. فاهمين الفكره؟ يعني لو انا قلت لك مثلا ايه، اصل الحوار ده قشطه مثلا، يعني كده قشطه، انت تقول لي انت قصدك قشطه. فاهمين الفكره؟ انت صححت لي الجراماتيكال ميستيك اللي عملتها في ثانيه. ليه؟ لان ده بالنسبه لك سنس، يعني انت عشان شفت عربي كتير جدا فعارف تصلح الغلطات بسهوله. الاكت عايز حد كده، الاكت عايز حد الانجليش بتاعه above average، فوق المتوسط، لحد بيرفكت. لكن مش عايز حد الانجليش بتاعه في النص، لا حلو قوي ولا وحش قوي. ده انا بقول لك من دلوقتي، الاكت مع ان اسئلته سهله، غير انه فعلا موضوع الوقت فيه عايز حد يجري في الامتحان. ده رأيي بمنتهى الصراحه، يجري يجري. تمام. لان زي ما هنتكلم في الرايتنج وفي الريدنج بعد شويه صغيرين، انت العدد الاسئله بالنسبه للوقت مفيش مقارنه. فاهمين الفكره؟ حاجه صعبه، انت في اسئله لازم تعملها في اقل من 30 ثانيه حرفيا عشان تلحق. فالاكت عايز حد الانجليش بتاعه قوي لدرجه انه يشوف الحاجه يعرف بالتقريب ان دي تصحيحها كذا على طول. فاهمين الفكره؟ ما يقعدش يفكر اكتر من 30 ثانيه بدون مبالغه. فدي اكبر فروقات في الانجليش بين الاكت والاي اس تي. لو سالتني مين منهم اسئلته اسهل، هقول لك الاكت اسئله اسهل، لكن مشكلته انها فعلا عامل الوقت فيه عايز تحل السؤال في سرعه جدا جدا جدا. تمام. ده بالنسبه للانجليش. ده احنا كده اتكلمنا في الانجليش على موضوع الوقت، واتكلمنا على موضوع صعوبة الاسئله. اخر حاجه دي بقى مهمه جدا، موضوع درجات الانجليش. يعني زي ما انا لسه قايل لك من شويه صغيرين، موضوع الدرجات ده عامل صعب، انه التنسيق بتاع الاكت هو عادل اكتر من الاي اس تي، لكن في نفس الوقت هو في نفس الوقت يعني بيحاسبك بالملي عن الاي اس تي. الاي اس تي يعني بيني وبينكم كده يا جماعه، انت زي اي حاجه ليها اصول مصريه عظيمه، يعني هما لما بيلاقوا فيه باكلاش جامد، يعني ناس كتير اشتكت من امتحان او كده، لقوا ناس كتير جابت سؤال معين غلط، بيعدلوا شويه في السكورز بطريقه بتبقى كويسه. الاكت ما فيهوش الحته دي قوي. الاكت في التنسيق بتاعه تقيل، تقيل جدا. يعني لو انا جبت لك، احنا زي ما اتفقنا قلنا من شويه انه مثلا سيكشن الجرامر او اللي هو الرايتنج في الاكت 75 questions، وسيكشن الرايتنج او الجرامر يعني في الاي اس تي 44 questions. يعني تخيل 75 سؤال في الاكت قصاد 44 سؤال في الاي اس تي. لو جبت لك طالب غلط هنا 6 غلطات وطالب غلط هنا 6 غلطات، قول لي كده مين منهم اشطر؟ اللي جاب 6 غلطات من 75 سؤال، يعني حل 69 سؤال صح، ولا اللي جاب خمس غلطات من 44 سؤال، يعني حل لي 39؟ ده حل 39 سؤال بس، وده حل 69 سؤال. طبعا اللي حل 69 سؤال 69 questions انا اسف، ده اشطر. ومع ذلك الاتنين هيجيبوا نفس الدرجة في الاخر. فطريقة حساب الدرجات في الاكت مش سهلة. هم عارفين كويس ان اسئلتهم اسهل، فعشان كده بيخلي وزن السؤال تغلط فيه كبير، لدرجة ان انا لو جبت طالب حل 69 questions out of 75 في الوقت القليل بتاع الاكت صح، وطالب تاني بالتقريب مثلا، يعني كل ده بالتقريب، جاب 39 out of 44، الاتنين هياخدوا نفس الدرجة وعاملهم زي بعض، مع ان المفروض ان طالب الاكت اشطر. فدي حاجة مهمة اعرفها في الانجليش، ان حسابهم فيه بالملي. فاهمين الفكرة؟ ودي حاجة لو انت طالب مستواك في الانجليش فوق المتوسط مش هتفرق معاك قوي، لانك غالبا مش هتغلط كتير اصلا. لكن لو انت طالب في الانجليش مستواك عادي او اقل من العادي، لا الاي اس تي هيبقى احسن لك، لانك هتضطر تحل عدد اسئله اقل عشان تجيب نفس الدرجه، وفي وقت اكتر كمان.
تمام. فده كده بالنسبه لاكبر فروقات في الاي اس تي والاكت. يبقى نقول كده بسرعه، نملي الكلام اللي قلناه سريعا قبل ما نخش بقى في الرايتنج لوحده وفي الريدنج لوحده، واقول لك رايي في الاخر. يبقى الاكت اسئلته اسهل لكن الوقت فيه اوحش من الاي اس تي، والدرجات الحساب فيها بالملي اكتر. تمام. بتنقص اكتر لو انت جبت سؤال غلط يعتبر يعني في الاكت عن في الاي اس تي. طيب تعالوا بقى نتكلم على مزايا وعيوب الرايتنج، وبعدين نتكلم على مزايا وعيوب الريدنج. الرايتنج كويستشنز اللي موجوده في الاكت عامه عايزه تفكير اقل بكتير من الاي اس تي. اغلبها مش اسئله اللي بنسميها باراجراف اديتنج، او اللي هو بيطلب منك تغير حاجات كتير، تغير معنى الباراجراف. لا، اغلبها اسئله دايركت، اغلبها اسئله جرامر، punctuation في majority منه، اسئله pure grammar verbs و pronouns وكده كتير، واسئله قليله شويه اللي بتقول موضوع الباراجراف اديتنج والفوكابلري. ده بالنسبه للرايتنج. زي ما اتفقنا الرايتنج فيه 75 سؤال في 45 دقيقه، فده بيخلي وقت الرايتنج بالذات انت بتجري يعني. السؤال ما ينفعش يعدي معاك 30 ثانيه. لو قعدت دقيقه في سؤال واحد يبقى في سؤال تاني لازم تقعد اقل من 30 ثانيه دي. فاهمين الفكره؟ ده بالنسبه للرايتنج. لكن بأمانة صعوبة الأسئلة لا، هي مش صعبة، الأسئلة سهلة. لكن زي ما اتفقنا عايزة حد هو أصلا مستواه في الإنجليش كويس، على أساس يلحق يعرف الإجابة على طول ويكتب الإجابة على طول، ما يقعدش يعني يفكر في السؤال. تمام. ده بالنسبة للرايتنج. طيب لو هنتكلم بالنسبة للريدنج، فلو هنقارن الريدنج بتاع الاي اس تي بالاكت، فالريدنج بتاع الاي اس تي بيكون ساعة وخمس دقايق عشان 50 سؤال، 52 سؤال بالظبط. بينما التايمينج في الاكت بيبقى عندك 40 سؤال في 35 دقيقة. فزي ما انتوا واخدين بالكم اكيد الاكت التايمينج بتاعه في الريدنج اصعب، لكن زي الرايتنج بالظبط. صعوبة الاسئلة نفسها مش صعبة في الاكت، اغلبها اسئلة دايركت. يمكن الاي اس تي في الحتة دي انه بيطلب منك اسئلة فيها اناليسز وانك تقعد تحلل انفورميشن اكتر من الاكت. الاكت اغلب اسئلته في الريدنج دايركت جدا. تمام. لكن مشكلتها ان التايمينج في الريدنج بالذات سخيف. تخيل ان انا مديك 4 قطع، 4 passages تقراهم كاملين وتحل عليهم 40 سؤال في 35 دقيقة. ده تايمينج سيء جدا، لدرجة ان طالب من الطلبة عندي ربنا يا رب يحفظه، هو اصلا كان جاي من امريكا، يعني هو جاء هنا على اولى ثانوي وهو في امريكا، من امريكا وهو في اولى ثانوي يعني. اول ما حل امتحان اكت اول كلمة قالها لي ايه؟ the reading is near impossible. يعني لانه شبه مستحيل انك تحل الريدنج سيكشن. فده يقول لك ان الريدنج بتاع الاكت لا فعلا تقيل. تمام. فخلوا بالكم من الموضوع ده. طيب مين بيحل كويس في الريدنج بتاع الاكت؟ الطالب اللي اصلا مستواه في الانجليش above average. يعني لو انت طالب اصلا مستواك في الانجليش زي العربي بالظبط، العربي لو حد مستواه في العربي كويس جدا لما بيقرا جورنان بيفر كله في وقت قليل قوي. ليه؟ لان اصلا لغته الاساسيه او اللغه اللي عنده يعني ليها حيز كبير قوي هي العربي. فديرفور لما بيقرا عربي بسرعه ما بيقعدش بقى يترجم في دماغه، لا بيقرا بيفهم بسرعه. فمين بيحل كويس في الريدنج بامانه بتاع الاكت؟ اللي كده في الانجليش، يعني اللي اصلا عنده الانجليش قوي فبيقرا بيفهم الانجليش بسرعه جدا، ما بيضطرش يقعد يترجم الكلام في دماغه. ده في الاكت مش بيفرق معاه الريدنج قوي، بالعكس بيجيب درجات اكتر من اللي كان هيجيبها في الاي اس تي ريدنج. لان زي ما اتفقنا الاي اس تي ريدنج محتاج انك تقعد في اسئله كتيره اللي هي بتاعت ايفيدنس، اسالك على دليل على الكلام اللي انت جبته وتقعد تطلع لي الدليل من الايفيدنس ده من الباسج وكده يعني. وايل الريدنج بتاع الاكت لا، احنا قلنا is very straightforward، بيسالك على المعلومه على طول، مش محتاج منك تقعد تحلل داتا كتير جوه الاكزام. قصاد ده قلنا الريدنج بيبقى الوقت بتاعه مش ابسط، مش اجمل حاجه. طيب فده كده يبقى سريعا عن الرايتنج والريدنج، هما الاتنين نفس الكلام، اسئله اسهل لكن وقت اصعب بكتير. تمام. ده في الاكت. طيب في الاخر انا مين اللي رايي ان هو يخش يمتحن الاكت؟ بص يا باشا، الاكت تخشه لو انت مستواك في الانجليش، اولا لو انت عامل حسابك انك هتسافر اصلا كده كده، ده احنا قلنا من اول الفيديو، ده من غير ما يفكر يخش اصلا اكت، ما يفكرش اصلا في فكره اي اس تي. اللي عامل حسابه نسبه 70 80% انه هيسافر. طيب مين بقى يخش الاكت؟ لو حد عارف ان الانجليش العادي بتاعه above average، فوق المتوسط، واحد هو اصلا في حياته اليوميه بيقرا انجليش كتير،
فمش هيقعد يترجم حاجة في الامتحان، مش هيقعد يفكر قوي يعني في السؤال من ناحية جراماتيكال في الامتحان. لا، ده واحد عنده سنس كويس باللغة، عنده حس كويس باللغة، زي ما كلنا عندنا سنس كويس في العربي، هو عنده سنس كويس في الانجليش. لو انت عارف ان ده انت، خش يا الاكت يا باشا وما تفكرش كتير. عايز تتأكد، حل امتحانين اكت عشان بس تتأكد هل هو مناسب ليك ولا لا. لقيت ان هو الدنيا مناسبة، يعني الاسئلة بالنسبة لك سهلة، ما فيهاش اي مشاكل، يبقى حل بس امتحانات كتيرة عشان تعود نفسك على موضوع الوقت، وده هيبقى كفاية يعني جدا ان شاء الله. طيب لو انا حد لا انا عارف من الاول ان انا الانجليش بتاعي عادي او اقل من العادي، وده طبعا ما فيهاش حاجة يعني، عادي يا شباب، كلنا مستوياتنا في اللغة مختلفة. لكن دي حاجة طبعا كومن دلوقتي جدا، عشان بقى في ناس كتير اللي بتحول على جريد 11 او 12. فلو انا عارف الانجليش بتاعي متوسط او اقل من المتوسط، الاكت مش الامتحان اللي تنشن عليه. خليك في الاي اس تي. انا عارف ان الماث فيه اصعب شويه، لكن صدقني الجاب في الرايتنج هتبقى يعني بشعه. وايل الماث سواء اي اس تي او اكت هتعرف تتصرف في الحالتين. تمام. يبقى عشان نراجع كده مع بعض، لو انت حد مستوى في الانجليش above average، فوق المتوسط، او حد بيقرا كتير جدا انجليش اصلا، يا باشا هيخش ان شاء الله الاكت والدنيا تبقى زي الفل باذن ربنا عز وجل. انا حد، او لو انت حد عايز يسافر يبقى خش اكت، ما تفكرش مرتين. طيب انا حد مستوى متوسط في الانجليش او اقل من المتوسط، كايندلي ما تخشش الاكت دلوقتي. تمام. خليك في الاي اس تي، هيبقى اضمن ليك. شكرا يا شباب، معلش طولت عليكم. السلام عليكم.